أسطر أبياتا تهتف فترق وتبكي ألحاني، فتيات تفدي وأنا أكتب، أحروفا تنقذ أوطاني. أظننت الحبر نووية، أخطابات تنجي إخواني. وإن كان فلم قول الله كتب عليكم القتال، لما لا تهجو آذاني. يوما ستغنى أبياتي بأفواه الخمر يدنسها، وتدق طبولا عالية، وأختي جارية ترقصها، وأخفي عروبتي خشية وأنا أرى صهيون يلامسها. أنساء تحمل موتاها وأظل أنا أحمل عاري. يا وطني يلحقني عار لن يمحى بقرن ولا أجل، سيرفع أعلامهم فخرا ونطيء رؤوسنا خجلا. وأبناء تعاير أبنائي، ما مات أبوك في ذا عرض بل كان العرض حمى رجلا. فيأتوا أبنائي إلى قبري يبصق عبارات منتقمة، والابن الأكبر على بابي يكتب بالعبر حقيقتنا. هنا ما من شخص سيغيث، هنا عربي بإيقاف التنفيذ. الآن هو أولى بعرضي والأولى بتاء التأنيث. ربما صلاح برجها في مشهد خلف الكواليس، ربما شهوته غلبته فيلما للشاشة الزرقاء كمشهد أول تصنيف. هو ابن العم على امرأته وهي تصفح قدميها، اعتادت فاتسعت واعتاد بأن تلك الصرخات تمتعها. فإن كنت ذكوريا حقا غثها من نارا تأكلها، وادع الشبان ولا تغيث.